اليوم الرجاء البيضاوي في مواجهة الكويت الكويتي برسم الجولة الثانية من دوري المجموعات كأس العرب. وكيدخل الرجاء البيضاوي هذه المقابلة وهو المنتشي بالفوز في الجولة السابقة أمام بلوزداد. ندوزو الاختيارات المحتملة اللي غادي تكون في التشكيلة الرسمية، وما غاديش يكونوا تغييرات كثيرة عن المباراة السابقة أمام بلوزداد. وكيجي في حراسة المرمى أنس الزنيتي، صمام أمان حراسة مرمى نادي الرجاء البيضاوي. في الدفاع غيجي كل من اسماعيل المقدم، وبالجانب ديالو وشعيب العراسي. على مستوى الأظهرة غادي يجي ظهير أيسر محمود بن تشيك، والظهير الأيمن البدوي. على مستوى الارتكاز غادي يجي اهولو كلاعب استرجاع، وبالجانب ديالو محمد المقعاصي. كذلك بالجانب ديالهم محمد زريدة. على مستوى الأجنحة غيجي يسري بوزوق، كذلك نوفل الزرعوني اللي بصم على مباراة سابقة جيدة. وكذلك غيجي المهاجم حسين الرحيمي. هذه هي التشكيلة الأقرب للدخول المقابلة أمام الكويت الكويتي، وهذه التشكيلة المناسبة في دار التركيبة البشرية الحالية اللي ما كايناش فيها اللاعبين منتدبون. فهذه هي التشكيلة المناسبة لمباراة القادمة أمام الكويت الكويتي.